السلام عليكم. النهارده هنستخدم جالون ميه فاضي عشان يبقى مزرعه كامله في بيت. هوريكم خطوه بخطوه ازاي تعملوا قصيص قوي ورخيص يعيش معاكم سنين، وهنزرع فيه شتلات لاي نبات حابينه. يلا بينا نبدا. اول حاجه جبت الجالون وقطعت الجزء اللي فوق. وبعدين قصيت مربع في النص عشان ده هيكون مكان لغرس الشتلة، وكمان اقدر اشوف الرطوبه من الجنب. بعد كده عملت فتحتين من الجنبين عشان اربط فيهم حبل يشيل الوزن، واعلقه في اي مكان سواء في الجنينه او في البلكونه. الصرف مهم جدا. الجذور لو الميه اتحبست فيها بتتعفن، فانا عملت من 5 ل6 خرام من تحت، وده كفايه انه ينزل اي ميه زياده من الري. بالنسبه للتربه استخدمت تربه من الارض اللي عندي، وضفت عليها سماد مخلفات الماعز. المعلومه المهمه هنا ان السماد لازم يبقى مستوي تماما ومتحلل عشان ما يحرقش الجذور، خصوصا لو الشتلات لسه صغيره. الخلطه اللي استخدمتها كانت كل 5 كيلو تربه عليهم حوالي كيلو سماد، وده مناسب جدا للنباتات اللي لسه بادئه. نقلت التربه للجالون وسبت الجزء اللي فوق فاضي شويه، لاني بفكر ازرع فيها نبات تاني، بس لسه مش مستقر على اختيار. وانا بصراحه ميال للخس. فانتوا ايه رايكم؟ اكتبوا لي في الكومنتات ازرع ايه. دلوقتي بدأت أزرع شتلات في التربة، والميزة في الجالون إنه عميق ومش بياخد مساحة، وبيكون مناسب للطماطم والفلفل والخس وأي نبات جذوره محتاجة مساحة. وبالنسبة للري ده بيعتمد على المنطقة اللي انت عايش فيها. لو منطقتك حارة وجافة هتروي على مدد متقاربة زي كل يومين أو 3، ولو منطقتك مطيرة ورطبة الري هيكون أقل. المهم اروي لما تشوف إن التربة جفت، اغرس صبعك، ولو التربة لسه رطبة أجل الري شوية. وأول تسميد هيكون من 7 ل10 أيام عشان النبات ياخد وقته ويثبت ويتأقلم مع المكان الجديد، وبعدها نبتدي ندي دفعة خفيفة. ممكن نستخدم سماد عضوي متحلل أو كومبوست مخفف. أنا بحب أول تسميد يكون الخميرة أو مية الرز. سقيت التربة رية مشبعة وسبتها لحد ما المية الزايدة نزلت من الفتحات. ده الشكل النهائي بعد ما خلصت كل حاجة. لو فكرة الجالون عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وسيبوا لي رأيكم أزرع إيه فوق في الجالون. هستنى تعليقاتكم. سلام.